السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال، ويلقاكم هذا الفيديو هذا في صحه جيده. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معكم المكونات اللي غادي نحتاجو هنايا، الكريمه اللي غادي نستعملوها في هذا الكيك هذا او اللاير كيك. كان سبق لي في الفيديو السابق شاركت معكم الطريقه ديال الجينواز، التحضير ديالها، واليوم غادي نكملوا التحضير ديالنا في المونتاج ونمشيو دابا باش نشوفوا المكونات اللي غادي نحتاجو. غادي نحتاجو بالنسبه للكريمه، عندي نص لتر ديال الكريمه السائله، عندي هنايا 200 غرام ديال الجبن كريمي، يعني خصو يكون جبن كريمي، او 250 غرام، يعني تقدروا ديروا هذه فيها 200 غرام، الا كانت فيلادلفيا غادي ديروها ديال 250 غرام. وعندي هنايا نسلي كراميل، الا بغيتو تعوضوه بزبده اللوتس كتجي واعره البنات، بالزبده ديال اللوتس كتجي خطيره في المذاق. انا هنايا استعملت اليوم غير نسلي كراميل. صافي غادي ناخذ اول حاجه عندنا الكريمه نص لتر، غادي نضيفوا ليها هذاك الجبن الكريمي اللي هو 200 غرام. كما قلت لكم يمكن لكم تستعملوا حتى 250 غرام ديال الجبن اللي كريمي، خاصو يكون البنات كريمي. وهكا غادي نطربو هكا حتى غادي يبدا يطلع لينا واحد شي شويه، غادي غيبدا يطلع، ونضيفو النسلي كراميل. صافي غادي نبقاو مستمرين هكا بالتطريب كما كتشوفوا، غير يطلع لينا هكا، ما نخليوش تطلع لينا مزيان، غير تبدا تطلع لينا ونضيفو نسلي كراميل. نسلي كراميل البنات ضفت 3 المعالق كبار، يمكن لكم تضيفوا حتى ل 4 المعالق، كيبقى لكم الاختيار. كما قلت لكم يمكن لكم تعوضوه بالزبده ديال اللوز، كتجي زوينه البنات في المذاق ديالها. هنايا غادي نضيف 3 المعالق اللي هما كبار، وغادي نخلط مزيان مزيان هاد المكونات حتى تطلع معنا الكريمه مزيان، تولي عندنا كريمه اللي هي ثقيله. صافي غادي نستمر هكا في التطريب. يمكن لكم البنات ديروا حتى البخاليني الا ما كانش متوفر عندكم زبده اللوز او ليس لي كراميل، يمكن لكم تضيفوا بخاليني، كيجي حتى هو زوين. بخاليني ديال اللوز كيجي رائع في المذاق. كما كتشوفوا خاصها تكون على هذا القوام هذا، تكون هكا ثقيله. صافي غادي نجمعوها وغادي نمشيو دابا باش نمونطيو الكيك ديالنا. بالنسبه لهاد هاد الكريمه هذه غادي نعمر بها الكيك، عاد من بعد غادي نديرو الكريمه ديال الكاناش باش غادي نغطيو نمونطيو الكيك ديالنا. كما كتشوفوا البنات الجينواز كيفاش جات زوينه، جات رطبه وجات خفيفه من الداخل، يعني ما جاتش ثقيله. الا بغيتوا الوصفه وطريقه التحضير ديالها يمكن لكم تمشيو الفيديو السابق، ولا غادي نخلي لكم اللين ديالو في صندوق الوصف. الا بغيتوا تصايبوها يمكن لكم تتبعوا غير المراحل وطريقه التحضير، غادي تنجح معكم في اول استعمال. الا ما كنتو عمركم ما صايبتو غادي تنجح معكم 100%. من غادي تحضروها بالطريقه اللي درت انايا غادي تنجح معكم البنات. دابا غادي نمشيو باش نمونطيو الكيك ديالنا. هنايا خديت الطبقه اللي كتكون فوق ديال الكيك هي اللي استعملت من التحت، يعني اللي كانت لتحت، الطبقه اللي لتحت هي اللي غنمونطي بها الكيك. من الفوق غادي نديرها هي الفوقانيه، واللي كانت الفوق هي اللي غادي نديرو لتحت باش كتجينا الكيك ديالنا مونطيه مزيان. هنايا خديت 2 كيسان ديال الماء، وخديت كاس ديال سنيده، وخديت طراف ديال الحامض ودرتهم فوق البوطه حتى طبخ ودابت لينا داك السكر سنيده، وتقى لينا شويه السيرو، وسقيت به هكا. الجينواز ضروري اننا نسقيوها باش كتجي معنا رطبه وكتشد لينا الكريمه مع الجينواز. الا بغيتو تعوضوه بالقهوه او الفاني يمكن لكم تعوضوا الحامض بالقهوه او الفاني. هنايا درت الكريمه ديالي، وغادي ندير هنايا نيسلي كراميل، وغادي نضيف هذوك المكسرات اللي دايرين. درت هنايا البنات الكركاع والفويتين كما كتشوفوا. يمكن لكم ديروا اللوز، يمكن لكم ديروا اللي بغيتوا. هنايا درت الكركاع حتى باقي اللي كتكون مقرمشه. يمكن لكم ديروا فواكه، يعني ديروا فرومبواز او ديروا الفريز. يمكن لكم ديروا اللي بغيتوا البنات من الداخل، ديروا كونفيتور اللي بغيتوا كتعمروا به الداخل. هنايا درنا الطبقه الثانيه وحتى هي سقيناها كما كتشوفوا. ضروري اننا نسقيو الجينواز ديالنا باش ما كتجيناش البنات ناشفه، الكيك ما تجيناش ناشفه من الداخل، تجي هكا رطبه وتجي مسقيه.
يعني عاوتاني ما تسقيوش بزاف باش ما تسرتش لكم الجينواز بزاف، يعني تسقيوها وانتم على حساب عينكم ميزانكم كتشوفوا كيفاش كتجيكم. صافي هنايا ضفت الطبقه ديال الكريمه وغادي نقاد هكا غير بشويه بالمعلقه، وغادي نضيف ثاني طبقه المقرمشه، وغادي نضيف نص لي كراميل. بهذه الطريقه هذه غنبقى هكا نستمر حتى غادي نكمل الطبقات كاملين. صافي هنايا غادي نضيف الطبقه المقرمشه كما تشوفوا البسكوي مقرمشه. كما قلت لكم البنات ضيفوا اللي بغيتو، ضيفوا الفريز، ضيفوا الفرامبواز، ضيفوا هكا الشوكولا، ضيفوا اللي بغيتو. الوصف كيبقى كل واحد وعلى حساب الاختيار ديالو وعلى حساب اللي بغا، كيبقى هذاك اختياري الوسط اشنو ديروا. صافي انا وريتكم غير الكريمه شنو غادي ديروا فيها، وبالنسبه للقرمشه راه كديروا اللي بغيتو البنات. عاوتاني درت طبقه ديال الجينواز وسقيناها، وهنايا درنا الكريمه وضفنا هنايا الطبقه المقرمشه، درتهم هما بجوج في الاخير حيت صافي غتبقى لينا غير الطبقه ديال الجينواز الاخيره اللي غادي نغطيو بها. كما قلت لكم الطبقه اللي كتكون لتحت ملي كنطيبوا الجينواز ديالنا هي اللي غادي نديروها من الفوق. ضروري حتى هي نسقيوها مزيان، حيت ما غاديش نسقيوها من الفوق، نسقيوها عاد نقلبوها على الوجه ديالها، يعني حيت ما غاديش نسقيوها من الفوق ملي غادي نغطيوها. كما كتشوفوا صافي غادي نقاد هكا بشويه. ودابا ملي غادي نقاد غادي نمشيو نديرو الكاناش ديالنا البنات، نصايبوا الكاناش اللي غادي نغلفوا به الكيك ديالنا. بالنسبه لبنات الكاناش هنايا كنت صايبته في الليل، يعني كتصايبوه ليله قبل الا بغيتو يجيكم زوين. الا كنتو مزروبين تقدروا انكم تخليوه واحد 6 ديال السوايع او 4 ديال السوايع. انا هنايا صايبته بحال هكا في الليل، والغد لي عاد خدمت به خليته ليله كامله في الثلاجه. كنحتاجو ليه واحد 250 غرام ديال شوكولاط ابيض شوكولا غيش، وكنحتاجو 375 غرام ديال الكريمه. كناخذوا النص ديال هذيك الكريمه كنغليوها هكا فوق البوطه، وكنضيفوها على الشوكولاط حتى كيذوب، نخلطو مزيان حتى كيذوب. من بعد كنضيفو الكريمه اللي بقات لينا بارده، النص ديال هذيك الكريمه اللي بقات لينا بارده، وكنخلطو مزيان مزيان. ما خصناش نخليو هذوك الحبيبات ديال الشوكولاط باش هكا تنجح معنا في التغليف ديال الكيك. صافي كنغطيوه بالسلوفان، كنحطوا السلوفان عليه مباشره باش ما كيديرش لنا واحد الطبقه. كندخلوه في الثلاجه حتى الغد ليه، وكنطربوه كما كتشوفوا نطربوه حتى نحصلوا على القوام اللي بغينا. كما كتشوفوا جا عاقد، يعني ما خصوش يجي خفيف بزاف وكيجي كريمي كيجي زوين. هنايا درت الطبقه الاولى يعني مونطيت بها، ودخلت المجمد واحد 10 ديال الدقائق باش كيسهل عليا هكا المونطي، باش ما يبقاش يتفرتت ليا هذاك الكيك ويتخلط ليا التفرتيت مع الشوكولاط الابيض ويولي يبان هذاك التفرتيت بالشوكولاط الابيض. يعني كديروا واحد الطبقه اللي هي خفيفه، كتدخلوها للمجمد حتى تجمد واحد شي شويه، ومن بعد كتكملوا كديروا الطبقه الثانيه وكتبداو تمونطيو فيما كتبان لكم شي بلاصه اللي هي باينه ديال الكيك ولا شي بلاصه ما مقاداش، كتزيدوا ديك الكريمه او الكاناش ديال الشوكولاط وكتقادوا. وصافي كتبقاو على هذا الشكل هذا حتى كتقادوا الحواف والجوانب وكلشي. كما كتشوفوا البنات هنايا راه ما عنديش ديك سباتول، استعنت غير بالمسطره غسلتها مزيان وخدمت بها. يعني ماشي ضروري ان يكونوا عندنا ماتيريال باش نصايبوا شي حاجه في الدار، اننا كنديبانيو كنقادو الحاجه على حقها وطريقها. كما كتشوفوا البنات صافي هنايا غادي نبقى هكا فيما تبان لي شي بلاصه اللي هي باينه ديال الكيك ولا مقاداش، غادي نبقى نضيف الكريمه ونفيني هكا بهذه الطريقه هذه حتى غادي نكملها ونطلقوا باش نشوفوا طريقه التزيين ديالها. بالنسبه هنايا البنات التزيين هنايا خديت واحد 100 غرام ديال الشوكولا اللي هي بيضه شوكولا ديال هذه اللي استعملنا، و100 غرام ديال الكريمه. سخنا الكريمه وضفناها على الشوكولاط حتى دابينا كما كتشوفوا نخلطوا مزيان يذوب لينا. خديت النص درت فيه ملون اللي هو غوز، والنص الاخر خليته هكاك باش غادي نزين به الكيك ديالنا. كما كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش جا. وصافي هنايا غادي نبدا ندير فيها دوك الدميات على هذا الشكل هذا. النص غادي نديرو بالغوز والنص غادي نديرو بالشوكولاط الابيض. يعني التزيين البنات هنايا المونطاج ملي كتمونطيوها التزيين كيبقى اختياري، كديروا اللي بغيتو البنات. هنايا كما كتشوفوا درت الشوكولا اللي بقات ليا بيضه، يعني ما ملونتهاش، هي اللي زدتها درتها في النصف الاخر، يعني درت النص هكا وردي النص
ابيض كما كتشوفوا بلون كاسي يعني ماشي ابيض صافي. ودرت هكا وريدات بالكريمه اللي شاطت ليا الكريمه اللي عمرت بها جينواز لداخل، وزينت هكا بالفرامبواز كما كتشوفوا. يعني قلت لكم التزيين كيبقى اختياري، كل واحد يزين بالطريقه اللي بغا، وهكا تزيين يكون على الذوق ديالكم. وهذا هو الشكل ديالها كيفاش جات. هنايا زينتها كما قلت لكم بفرامبواز وبدوك الوريقات الذهبيه، وهنايا بواحد شويه ديال الفانيد ديال الحلوى. وكما كتشوفوا الشكل ديالها هو هذا، جات على هذا الشكل هذا. يعني سهله في التحضير وفي نفس الوقت كتجي بنينه وكتجي لذيذه البنات. كنتمنى انكم تجربوها، راها كتجي سهله وكتجي لذيذه في نفس الوقت. تلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد بالصحه والراحه.